ازيكم يا اللي مفيش منكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا وصفة سهلة وأسهل من السهول. غدا عبارة عن كوارع ورز كشري بسل. هنجيب حلة على النار فيها مية، هننزل فيها بعد ما المية تغلي هننزل فيها ببصلة، قطعة من الفلفل، ورقة غار، قطعتين من الحبهان، نوايا من نوايا البلح. هنستنى عليهم لما يغلوا مع بعض، وهتطلع ريم. الريم ده على الوش ممكن اشيله او ممكن اكب المية بتاعته واجيب مية تاني، بس من الافضل ان انا اشيل الريم علشان الغذاء بتاعها ما يطلعش منها. بعد كده هسيبها تستوى، وبعد ما تستوى هعمل لها فوق من المتوسط. بعد ما تستوى هعمل لها شوربه بشعريه بتاعتها. اجيب حله على النار تانية، احط فيها الماده الدهنيه زيت او سمنه بس بسيط مش كتير، وبعد كده هنزل بيه هنزل بيه الشرب بتاع الشعرية بتاعتنا، وبعد كده هنزل ألفها شوية، وبعد كده هجيب كوباية من المية واحطها عليها، وبعد بعد ما اجيب كوباية من المية هنزل بيه ال... الشوربة بتاعتنا، وتكون مظبطة الملح بتاعك فيها، وتسيبها تستوي على نار فوق المتوسط. بعد كده هجيب حلة على النار، احط فيها مادة دهنية زيت وسمنة. بعد كده هنزل بالبسلة والجزر مع بعض. بعد ما اشوح البصلة هنزل بالبصلة، وبعد كده هشوحها شوية وانزل بالبسلة والجزر مع بعض، والجزر يكون مبشور. وبعد كده هقوم جاية معانا، بعد ما الجزر يكون مبشور معانا هقوم جاية سايباهم يتشوحوا مع بعض شوية، وحاطة الكمون والكركم، وحاطة شوية من الشطة، واروح جاية سايباهم يتشوحوا مع بعض شوية، البصل والجزر والبسلة. وبعد كده هروح جاية حاطة القعد بتاعي. انا كنت عاملة 5 اكواب من الرز، هحط عليهم 5 اكواب من المية، وهسيبهم يغلوا مع بعض. كل كوباية رز على كوباية مية، بس بزود شوية حاجة بسيطة علشان البسلة معانا تستوى كويس. بعد كده هغطي عليها، وانا كده ما كنتش حطيت الملح للشوربة خالص الا لما جيت اعملها في الشاري. بعد كده هروح جاية حاطة ملح للبسلة والجزر زي ما انتم شايفين، المعلقة الخشب واقفة في النص، يبقى كده القعد بتاعي مظبوط. بعد كده ده شكلها هون بعد ما كده ده الرز هون بعد ما شرب المية بتاعته. وده بعد ما استوى وخلص. وبعد كده ده هون بعد ما خلص خالص، وده بعد ما استوى، بس البخار كان عليه، ما الكاميرا ما قدرتش ان هي تجيبه بالبخار. وزي ما انتم شايفين الشوربه هون، زي ما انتم شايفين الكوارع بعد ما استوت. وده الاكل بعد ما اتغرف. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، امانه عليك يلي تشوف الفيديو تصلي على النبي في التعليقات، وتدعي لي دعوه حلوه، وتشترك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.